هلو هلو، ازيكم حبايبنا في كل مكان. النهاردة هقدم لكم وصفة شرقية أصيلة، فراخ محشية فريك من أول النقع والتتبيل لحد التحمير، وهنقدم معاه فريك بطريقة جميلة وطعم مختلف. كل خطوة بمزاج وبهارات بسيطة، ولكن النتيجة فخامة مطاعم على سفرتك. تابعوني خطوة بخطوة عشان تعرفوا التريكات والحركات. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا. اول حاجة بنعملها بننقع ونغسل الفراخ. معانا فرختين بحجم صغير، بنغسلهم كويس قوي من جوه ومن بره بمية باردة، وبعد كده بنصفيهم كويس من المية. بعد كده بننقع الفراخ في محلول النقع، وهو عبارة عن عصير ليمونة، معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة دقيق، معلقة صغيرة ملح. بنحط الفراخ في طبق كبير فيه مية باردة، ونضيف عليهم كل المكونات ونقلبهم كويس. بننقعهم لمدة ما بين 10 دقايق ل15 دقيقة، وفي نص المدة بنقلب الفراخ على الناحية التانية. وبعد كده بنغسل الفراخ كويس جدا بمية باردة، ونسيبهم يتصفوا لحد ما نحضر التتبيلة. مكونات التتبيلة: عصير ليمونة، عصير بصلة كبيرة، التوابل: معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة بهارات ادابو او اي بهارات متوفرة عندك. وفي طبق صغير بنضيف كل المكونات ونقلبهم كويس. وبعد كده بننشف الفراخ كويس جدا بورق مطبخ من جوه ومن بره. بنحاول نفك الجلد من اللحم بالراحة عشان الجلد ما يتقطعش. وبعد كده بنتبل الفراخ كويس جدا بالتتبيلة من جوه ومن بره وتحت الجلد. بنفرك الفراخ بالتتبيلة كويس جدا، وبعد كده بنغطيها بورق استريتش، وبعد كده بنسيبها في التلاجة مش اقل من ساعة. كل ما قعدت اكتر كل ما بتاخد من الطعم اكتر. يلا نجهز الفريك. معانا كوبايتين فريك متنقي ونضيف. عايزة اقول لكم نوع الفريك ده حلو جدا، متنقي ونضيف، ما تحتاجيش تنقيه. لو حابين تعرفوا منين واسمه ايه اكتبولي في التعليقات. بننقع الفريك في مية باردة مش اقل من 30 دقيقة لحد ما الحباية تنفش، ومن وقت للتاني بنقلبهم. وبعد كده بنغسل الفريك كويس جدا ونصفيه ونسيبه ينشف شوية قبل الاستخدام. يلا نحضر الحشو. المكونات: 2 كوب فريك منقوع ومغسول ومتصفي كويس، 1 بصلة كبيرة، 2 معلقة كبيرة سمنة بلدي أو زيت، التوابل: 1 معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، 1 معلقة صغيرة 7 بهارات، 1 كوب ماء ساخن. في طاسة كبيرة بننزل بالسمنة، وأول ما السمنة بتسيح بنضيف البصل ونشوحهم كويس لحد ما يصفر. البصل ده اللي احنا استخدمنا المية بتاعته في تتبيلة الفراخ. وبعد كده بنضيف التوابل: الملح، فلفل اسود و7 بهارات، ونقلبهم كويس قوي. وبعد كده بنضيف الفريك ونقلبه من 3 ل 4 دقايق لحد ما يتشرب النكهة. وبعد كده بنضيف كوباية مية سخنة أو شوربة ونقلبهم كويس ونغطي عليهم، وعلى درجة حرارة منخفضة بنسوي الفريك لحد ما يتشرب المية تماما. بنسوي الفريك نص تسوية، وبعد ما الفريك يتشرب المية واستوى نص تسوية بناخد كمية كافية لحشو الفراخ، حوالي 1.5 كوباية على حسب حجم الفرخة، ونسيب الحشو يبرد شوية قبل الاستخدام. هنغطي على باقي الفريك، هنكمل سواه بعدين. يلا نحشي الفراخ. بنحشي الفراخ بالفريك من غير ما نملاه للآخر، بنسيب فراغ عشان الفريك بيكمل سواه ويكبر. وكمان نحشي تحت الجلد ونوزعه كويس، وبعد كده بنقفله بالخلة. ونحشي عند منطقة الرقبة بس ما بنحشيش كتير. وبعد كده بنقفله، بنلف عليه بالخيط الأكل، والخيط يكون أبيض مش ألوان عشان ما ينزلش أي ألوان عليه.
وبعد ما حشينا الفراخ وقفلنا عليهم كويس جدا، في حلة كبيرة بنغلي فيها مية، وبعد كده بنضيف بصلاية كبيرة متقطعة 4/4، وبنضيف التوابل 3 أوراق لوري، 3 فصوص حبهان، معلقة كبيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود. بنقلبهم كويس، وبعد كده بننزل الفراخ واحدة واحدة ونغطي عليهم نص تغطية، وعلى درجة حرارة متوسطة بنسوي الفراخ لمدة حوالي من 30 ل 40 دقيقة على حسب حجم الفرخة. وفي نص مدة السوى بنقلب الفراخ على الناحية التانية عشان تستوي من كل الجوانب. وبعد ما نتأكد ان الفراخ استوت تماما بنطلعهم في صينية كبيرة، وبنضيف 3 مغارف من الشوربة، وبعد كده بندهن الفراخ بالسمنة من كل الجوانب. بنحمر الفراخ في فرن سخن لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل، ولو مستعجلة ممكن نحطه تحت الشواية من 10 ل 15 دقيقة بس مع المتابعة. يلا نجهز باقي الفريك. بناخد حوالي 3 مغارف من الشوربة السخنة بنضيفها على الفريك، نقلبهم كويس ونظبط الملح لو محتاج، وعلى درجة حرارة متوسطة بنسوي الفريك لحد ما يتشرب الشوربة ويستوي تماما. بعد ما نتأكد ان الفريك استوى بنقلبه ونسيبه يتهوى شوية، وبكده الفريك جاهز للتقديم. والفراخ كمان استوت، يلا نقدمهم بطريقة حلوة. التقديم بنقدمه في طبق تقديم كبير او صينية كبيرة، بنفرد طبقة من الفريك وبنحط الفراخ المحشية في النص. والتزيين هنا استخدمت لوز متقشر ومتحمص، وبعد كده رشيت عليه بقدونس متقطع لقطع صغيرة جدا. وبكده عملنا احلى وصفة فراخ محشية فريك. الطعم بأمانة كان رهيب، طعمها يجنن. يا ريت تجربوها بالطريقة دي وتقولولي ايه رأيكم في التعليقات. اتمنى تكون عجبتكم وصفة النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي الجميلة، واستنوني مع وصفات تانية احلى واحلى. بشكركم على المشاهدة. باي باي.